بلاش تجازف. قبل ما تحجز تذكرتك من مواقع الحجز على الانترنت لازم تسال نفسك الاسئله دي: هل الموقع ده مضمون وليه خدمه عملاء سريعه اقدر ارجع لهم فيها في حاله الطوارئ؟ وهل خطوط الطيران اللي هحجز عليها متناسبه مع تاشيرتي ومتناسبه مع رحلتي؟ لها مكاتب منتشره في كل مكان هيقدروا يساعدوني لو احتجت لهم؟ وهل مواعيد سفرك ثابته ومش هتتغير ابدا؟ طب انت قرات الاول شروط التذكره وعرفت السعر شامل الضريبه ولا لا؟ طب اتاكدت ان الموقع ده مصري ولا لا؟ طبعا مش شرط عشان يكون بيدعم اللغه العربيه انه يكون مصري. طب يلا نجاوب مع بعض على الاسئله دي كلها. طبعا لو الموقع مش مضمون اكيد مش هحجز عليه. طب لو اتاكدت ان الموقع مضمون لازم برضه اتاكد من حاجه الاول كويس، ان في خدمه عملاء سريعه هتقدر تساعدني لو حصلت اي مشكله طارئه. وطبعا في خطوط طيران ما ينفعش تسافر عليها لو انت مش معاك تاشيره معينه. على سبيل المثال لو انت مسافر روسيا او اي دوله في امريكا الجنوبيه ما ينفعش تعمل ترانزيت في اوروبا، وما ينفعش تسافر على الخطوط الاوروبيه. لو انت في الحاله دي اكيد لازم هتحتاج تاشيره ترانزيت في اوروبا. وكمان في خطوط طيران كتير جدا ملهاش اصلا مكاتب موجوده في مصر، او لو انت حبيت تغير اي حاجه في رحلتك هتتعب جدا عشان تغيرها. لو مواعيد سفرك ثابته ومش هتتغير ابدا خلاص احجز اونلاين. واقرا الشروط كويس قوي قبل ما تسافر عشان تضمن ان السعر شامل الضرايب وشامل كل حاجه. وخد بالك لو الموقع ده مش مصري فانت في الاخر اكيد هتدفع بالدولار، فبالتالي لما تستعمل الكريدت كارد بتاعك عشان تحجز هتدفع حاجه اسمها ضريبه تدبير عمله، ودي طبعا اللي بيخصمها من البنك بتاعك. والنصيحه اللي هنقدر نوفرها لك في ايرباص لو الفروق بسيطه ما تجازفش وتحجز اونلاين، وخليك مع وكيل سياحي محترم ومضمون يقدر يتابع معاك تفاصيل تذكرتك لحظه بلحظه. ولو الفروق كبيره لازم قبل ما تحجز اي حاجه تتاكد الاول ان الموقع ده مضمون وتقرا الشروط والاحكام كويس جدا قبل ما تحجز التذكره. ونتمنى لكم سفرا سعيدا وامنا بدون مجازفه ان شاء الله.